الإخوان معاهم الأراضي والبيوت والعمارات في البلد أو أغلبها يعني. علشان تعرف يعني إيه ناس قررت تحكم الدولة، يبقى أعرف مين أصلا اللي حاكم الدولة. اللي حاكم الدولة اللي معاه أكبر فلوس فيه، معاه فلوس ومحلات وأراضي في الدولة. فالإخوان لقوا إن هم عندهم كتير، فوماله لما يحكموا البلد اللي هو إيه، ما احنا معانا يعني، واحنا نعرف ان هو ايه، عايزين يبقوا فاهمين في كل حاجة. الإخوان في منهم متعلمين جدا، بس الشباب اللي فيهم سنهم صغير ما ينفعش يحكموا في مجلس الشعب. إنما الأغلبية منهم مش متعلمين كده، مش متعلمين التعليم المصري يعني، ولا دخلوا المدارس ولا الجامعات، ممكن يكون تعليمهم بسيط، فما يعرفوش جايز يقروا ويكتبوا اسمهم، فبيدخلوا الجامعات في مشاكل. انتي انقي بنفسك بقى عن الدخول ده. الناس في مصر، انتي مالكيش دعوه بحكم مصر، وانا لو كنت قاعده بسيطه في حالي ماليش دعوه بالناس، ما كانش هيحصل لي. اخليني في حياتي دي مهما حصلت من مشاكل حواليا ماليش دعوه، ان شاء الله البلد تولع ما كانش ده جرالي، ولا ليا دعوه بتجار مخدرات، ولا ليا دعوه بناس بتشتغل في الدعاره، ولا ليا دعوه بحاجه حرام، ولا ليا دعوه بالانترنت لو انا شايفه ان في وراه مشاكل. ودلوقتي بقيت امشي بمبدأ اطمع احسن من محتل. لو النت وراه مشاكل ما نستخدموش، لو البنك هيعمل لنا مشاكل نقلل المعامله معاه، لو شركات الاتصالات والانترنت هتخلينا طول الوقت نقعد متوترين، النت جه النت راح، ملناش دعوه بيه. لو المدرسه والجامعه هتقرفنا وتهددنا كل شويه لو اتعملوا وخلوا، ما احنا مش رايحينها. احنا في مصر اللي جبنا لنفسنا الاذى. انا ما بتكلمش باسم حد، انا بتكلم باسم نفسي. انا كل الحاجات اللي اشتغلت فيها اول على الاخر في مصر يعني 4-5 شهور في مكان، اسبوع في مكان، كام يوم في مكان، شهر في مكان، يعني ما اقدرش اقول ان انا اشتغلت سنه كلها على بعضها، سنه واحده كلها على بعض في مختلف المجالات او مجالات مختلفه. احسن شغل عملته ان انا كنت بطبع ورق وانا قاعده رايقه زماني. الناس في مصر اصحاب الشغل كلهم عايزين يبقوا مناخيرهم في السقف، وانت بتشتغل عندهم خدام. عايزين يبقوا ولي نعمتك، عايزينك تبقى مرمطون عنده. كل صاحب شغل في مصر بيبقى مفتري وغدار، عايز يستعبدك طول الوقت وتشتغل عنده سخرة، يمرمطك ويبهدلك ويأذقك ويهينك وتبقى راضي بملاليم. المشكلة انا مش عايزة تروح تشتغل في حتة ثانية عند حد بيتقي ربنا. غلطك انك اتعاملت معاه، فاللي قاعد بيصوت من غلاء الاسعار وانه مش لاقي ياكل، شوف انت شغال عند مين. اللي انت معايا شغال عند صاحب شغل بيراعي ربنا فيك ومنتبه للاسعار اللي بتزيد وبيزودك لوحده، يبقى زي الفل. هو صاحب شغل امكانياته الماديه ومكاسبه تخليه غصب عنه مش قادر يزودك، ممكن يقولك شوف مكان تاني، او يقولك هزودك بس حاجه بسيطه، او هزودك بس اصبر عليا شويه، يبقى كده راجل بيراعي ربنا. لكن في مصر مفيش مراعاه للكلام ده. المصريين مستعبدين بيعانوا، مفيش اهتمام بيهم، مفيش اهتمام بحياتهم، مفيش اهتمام بصحتهم، مفيش اهتمام بظروفهم. اللي يتعب ما يلاقيش علاج في مصر يموت، اللي يحتاج ما يلاقيش. للأسف مصر بتضغط بشكل بشع على بناتها عشان يبيعوا لحمهم، عشان يلاقوا ياكلوا ويشربوا ويعيشوا كريم. فعشان يقولي رئيس الدولة ان هو بيدور على حياة كريمة، كريمة دي اللي انا اختصرت زيها في 2013، كريمة دي اللي هي بهتك عرض البنات في العشوائيات تحت تهديد الأسلحة في المناطق العشوائية، وتصوير لها أفلام جنسية، وبتمنها نبيع الفيديوهات لناس ونتاجر بيها ونحقق من وراها الدخل. هي دي الحياة الكريمة؟ إننا نبيع عرض بنات البلد؟ رئيس مصر مش رئيسي، ومصر مش بلدي. أنا مسلمة واتأذيت في مصر، والبلد دي أنا ما بحبهاش ولا بحب شعبها. تاني وهفضل أقولها كل شوية،
اي دولة في العالم ما بتنتهكش عرض البنات ولا بتتاجر فيهم، انا معاكم. اي دولة في العالم بتأذي البنات وبتشغلها في الدعارة وبتأذيها، انا مش معاكم. اي دولة في العالم بتأذي البنات بالشكل ده، انا حرضيكم، ويفضل ما تطلعوش قدامي. انا مش عايزه اسمع اي حد يكلمني بنبرات الدول والعظم والمش عارف مين ومين 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 ومين. مش عايزه اسمع كلام عبيط ده. عايزه تسمعي جملة دولة، يبقى بتدي حقوق للمواطنين. للأسف أغلب دول العالم حققت دخولها من لحم البنات اللي كشفته على النت وعرته. وده كده أسوأ من عصر الجاهلية. فاللي عاجبه الخرا ده يسقف له هو.